كنت بعاني كتير قوي من النسيان، في حاجات بحاول اذاكرها مش بفتكرها. فلقيت ان الدراسات بتقول ان في 4 عوامل اساسيه او بتاثر بشكل مباشر على ذاكرتك. ازاي ان انا افضل فاكر الحاجه دي؟ اول حاجه انها تبقى حاجه جديده، يعني افتكر تجربه جديده انت عشتها، حاجه جديده انت شفتها. الروبوت اول ما شفته مثلا، ليه؟ لان كان عندك فضول تفهم هو ايه الشيء ده. تاني عامل هو التكرار، ده شيء احنا كلنا عارفينه، زي السواقه كده، خلاص دخلت في اللونج تيرم ميموري عندي، اتحولت لشيء انا بعمله بشكل لا واعي. الطبخ، الحاجات اللي بكررها كتير، لانه كل ما اشوفها بستوعب نسبه في نسبه. فلو 20 30 40 50 استوعبتها تماما وهفضل فاكرها في الميموري عندي. ثالث حاجه هو الاسوسيشنز، ازاي اني اربطها بشيء اوريدي عندي في اللونج تيرم ميموري بتاعتي. زي مثلا كده لو شفت شخص واكتشفت ان انتوا عندكم 30 او 40 موتشوال فريند، منهم صحابك ومنهم ناس تعرفهم، عمرك ما هتنسى الشخص ده لما تشوفه تاني، لانه خلاص ارتبط بناس اساسيه اوريدي موجوده في حياتك. ورابع حاجه هو الايموشنال ريزونانس، اربط مشاعري بالتجربه نفسها. ان كلنا فاكرين اسوأ موقف حصل لنا في حياتنا واحسن موقف مثلا حصل لنا في حياتنا، كل ما كانت المشاعر اللي مرتبطه بالحدث او بالشيء اللي انا بحاول افتكره قويه، كل ما انا افتكرت الشيء ده بشكل اسهل. فلو انت دلوقتي بتذاكر او في حاجه عايز تفتكرها، حاول تستخدم عامل من العوامل دي. ممكن تحاول تستخدمهم كلهم مع بعض طبعا، وهنا انت يعني خلاص مش هتنساها تاني ابدا، ده اكيد.